زرافة صغيرة تعيش في غابة واسعة مليئة بالأشجار العالية. كانت كل يوم تستيقظ على صوت زقزقة العصافير وتبدأ رحلتها في البحث عن أوراق شجرها المفضلة. لكن كان لدى زوزو مشكلة، كانت تشعر أنها مختلفة عن باقي الحيوانات. كان الفيل فيلو يستطيع أن يخلع جذوع الأشجار بقوته الهائلة، وكان الأسد ليون يركض بسرعة خارقة ليصطاد فريسته. أما زوزو فكانت طويلة جدا ورقبتها نحيفة وطويلة، مما يجعلها تتعثر أحيانا عندما تحاول الركض. كانت الحيوانات تضحك عليها عندما تسقط وتطلق عليها أسماء مثل ذات الرقبة السلم. في يوم من الأيام قررت زوزو أن تختبئ. جلست بين الشجيرات وأخفت رقبتها الطويلة وتمنت لو كانت مثل باقي الحيوانات. فجأة سمعت صوتا خافتا. كان زقزوق العصفور الصغير يبكي على غصن شجرة عالية جدا لا يستطيع أحد أن يصل إليه. كانت شجرة التوت، وكان زقزوق يريد أن يأكل بعضا من التوت الأحمر اللذيذ. حاول فيلو أن يمد خرطومه وحاول ليون أن يقفز، لكن دون جدوى. نظرت زوزو إلى زقزوق ثم نظرت إلى رقبتها الطويلة. خطرت لها فكرة. مدت زوزو رقبتها الطويلة ببطء شديد حتى وصلت إلى الغصن الذي يجلس عليه زقزوق. بحذر استخدمت فمها لتأخذ بعض حبات التوت وتعطيها لزقزوق. طار زقزوق بسعادة وشكر زوزو كثيرا. لم يضحك عليها أحد هذه المرة. نظر إليها فيلو واليوم بدهشة، وأدركوا أن ما كانوا يعتبرونه عيبا في زوزو هو في الحقيقة هبة مميزة. منذ ذلك اليوم أصبحت زوزو بطلة الغابة. كانت تساعد العصافير الصغيرة للوصول إلى أعشاشها العالية، وتساعد القردة في قطف الفواكه التي لا يستطيعون الوصول إليها. تعلمت زوزو أن ما يميزها هو قوتها الحقيقية. لم تعد تخجل من رقبتها الطويلة، بل أصبحت فخورة بها. أدركت أن الاختلاف ليس عيبا، بل هو ما يجعل كل واحد منا فريدا ومميزا في هذا العالم. هل ترغب في سماع قصة عن حيوان آخر؟